السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. صراحة كنبغي نبدل في هذه المقدمة وكنلقى راسي انفو كنقول السلام عليكم كنسرت بداكشي النيت اللي عارفه. المهم قبلوها ما عندي كيما بديتي كضحك عليا حدايا، قبلوا ما عندي هذا الفيديو كما هو وقبلوا عليا كما انا. المهم هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا التخليطه اللي كتساعد شويه ان ترقع لك شويه سميتو باش حتى الا ما كليتيش مزيان. المهم هذه كتكون سدات شي شويه ديال داك الركن اللي كنخليهم خاويين، بما انني انا عندي فقر الدم وصراحه ما بغاش يتعالج. ماشي ما بغاش يتعالج، هو انا اللي ما متبعش طريقه باش يتعالج. داكشي علاش قلت مادام كنبغي هادشي ديال الفروطه سيكا انا نصاوب واحد التخليطه بحال اللي تيقول لها اللحسه الصحراويه ولا ما نعرف، انا غنسميها اللحسه الريفيه. المهم انا درت داكشي اللي كنبغي انا ناكلو بالضبط، درتو وغادي تشوفوا معايا الطريقه والمكونات اللي درت انا في هذه اللحسه كما سميتها اللحسه الريفيه، باش نحاول ما امكن تعاونني نعالج ولو شي شويه ديال فقر الدم حقاش راه قضى عليا. المهم غادي نبدا معكم بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هنايا اول حاجه شنو درتها هو خديت هاد الشوفان انتغرالي وخديت الزنجلان وحمرتهم بجوج. ماشي نقول لك حمرتهم يعني حتى حميره، وانما المهم طلعت معاهم السخونيه مزيان. داك الساعه طفيت عليهم وخليتهم يبردوا واحد شويه. خديت انا واحد زلافه ديال الكركاع، زلافه ديال الكاوكاو. هذا الكاوكاو هذا راه مالح باش نهرس هذيك الحلاوه اللي غادي تكون في داك الخلطه. كما كتشوفوا معايا هنايا بديت بكاوكاو طحنته، وما نقدرش نعطيكم العبارات لانني انا براسي ما عارفاش شحال، يعني كاين مكون اللي دايره فيه بزاف وكاين اللي شويه وكاين اللي شويه. المهم ما درتش انايا بالعبارات. كما كتشوفوا عاوتاني خديت انايا زلافه ديال البندق، ما مالحش هذا وانما محمر ديجا، طحنته حتى هو. وغادي نضيف عليه الاكاجو. هاد الاكاجو ما حمرتوش، هو ما محمرش صراحه، وما حمرتوش حتى انا خليته هكاياك. قلت شي يكون محمر شي ما يكونش محمر باش تجي واحد التخليطه اللي هي منوعه. كما كتشوفوا هو من بعد ما طحنته. هنايا البيستاج انا خديته صراحه ديجا منقي داير، كنظن حتى هو ملح واحد شويه، حتى هو طحنته. وحتى الطحين يعني ماشي تسمعوا الطحين يعني لينت داكشي كامل، وانما خليتهم ما هما مهرمشين ما هما ملينين. كما كتشوفوا هنايا واحد البول اللي هو كبير تنجمع فيه كل شيء. هنايا من بعد ما برت لي داك الشوفان انتغرالي والزنجلان طحنتهم حتى هما ما طحنتهمش ملينين، خليتهم هكاك شويه مهرمشين. اللوز حمرته واحد شويه ماشي بزاف، وطحنته بقشور ديالو بكل شيء اللي هزت هنايا معاهم واحد 7 ديال التمرات قطعتهم على هذا الشكل. وكان بقى لي واحد شويه ديال اللوز مع الشوفان والزنجلان عاود طحنتهم معاهم باش يجي معلك. طحنتهم نيت هذوك بثلاثه وخلطتهم هنايا درتهم في قصعه باش نقدر ندلكهم. وهنايا هاد المكونات هادو كاملين راه خداو لي قرعه ديال النوتيلا كامله، يعني ما بقات فيها حتى شويه. هي باش جمعت هاد المكونات خلطتهم هكا بيدي كما كتشوفوا حتى نساجموا. ومن بعد بقيت كنضيف معلقه بمعلقه ديال النوتيلا. هذه النوتيلا يعني نوتيلا دوريجين ماشي النوتيلا اللي غير هكا مزوره. كنزيد وكنخلط كنزيد وكنخلط. اللي بغى صراحه الله انا هكا بغيتهم يعني يبقاو من ناكلو نحس بشي حاجه كتقرمش. ما بغيتش نلينهم وندير لهم الزيت البلديه ويجيو معلكين بزاف. هو لو كان عندي داك الزيت ديال الارغان كنت غادي نضيفه لانه صحي، ولكن ما عنديش، اكتفيت غير بالنوتيلا وجات على هذا الشكل. وكناكل معلقه في الصباح، معلقه عاوتاني مورا الفطور، معلقه قبل من الغداء، معلقه مورا الغداء، معلقه قبل من كاسكروت، معلقه مورا كاسكروت، ومعلقه هكا